السلام عليكم. اهلا بيكم في سهل وبسيط مع ايمي. النهارده هنعمل كيكه الطاسه او كيكه المقلايه في 10 دقايق بس. هتبقى اعملي احلى كيكه من غير مضرب كهرباء، من غير فرن، من غير حتى الخلاط. بابسط طريقه هتعملي احلى كيكه جميله جدا وهشه، والنتيجه مظبوطه باذن الله. نقدر نعملها لو جايلنا ضيوف بقى على فجأة، لو عايزين ناكل حاجة حلوة وما عندناش بيض أو ما عندناش حاجات مكونات كتير. بأبسط المكونات هتعمليها والنتيجة جميلة جدا. يلا بينا نبدأ المقادير بتاعتنا. هنا عندنا نص كوباية دقيق، وربع كوباية لبن، وربع كوباية سكر، وربع كوباية زيت، ومعلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبيكنج بيكنج صودا اللي هي كربوناتو، وذرة ملح، وعندنا بيضة واحدة وفانيليا. من غير حتى الخلاط هنعملها في ثواني. هنحط البيضة في بولة ونرش عليها رشة فانيليا، ونحط اللبن والسكر كمان والزيت. ممكن تبدلي الزيت بزبدة زي ما انت حابة. اقلب بقى كل المكونات دي كويس. اهم حاجة لازم اخلطهم كويس بالمضرب كده على طول. في ثواني هتخلص معايا. وهنا عندنا بقى البيكنج باودر والبيكنج صودا على الدقيق وذرة الملح، وقلبهم كويس. وطبعا الدقيق ده احنا نخلينه قبل كده. ننزل بقى بالدقيق دفعة واحدة على الخليط بتاعنا. واهم تكة بقى من التكات ان احنا لازم نقلب الخليط ده كويس. اقلبه كده بالمضرب كويس لغاية لما تختلط كل المكونات مع بعض. قلبنا كويس كده. خلاص الكيكة بتاعتنا جاهزة. هنبتدي بقى نجيب هنا طاسة تيفال. اهم حاجة تكون حاجة ما بتلزقش. هنا دي مقاسها 18. انزل بقى فيها الخليط بتاع الكيك، الخليط كله طبعا. انزل كل الخليط اللي في البولة جوه جوه الطاسة بتاعتنا. تمام. هنبتدي بقى على اوطى عين في البوتاجاز، العين الصغيرة، واكون موطية عليها يعني مهدية النار خالص، وحاطة الشياطة كمان. بصوا هنا بصوا في حبة كيك كده جم على طرف الطاسة. لازم امسحهم عشان ما يعملوش ريحة حروقة كده وتكون محروقة. امسحها كده بالمنديل كويس عشان الحاجة بتاعتي تطلع مظبوطة. وقلنا على اهدى عين للبوتاجاز العين الصغيرة، واحط الشياطة كمان. بص انا حاطة الشياطة هنا ومهدية النار خالص، وبأي حاجة كده غطيها، اي غطا، واسيبها 10. بصوا هنا بعد 5 دقايق بالظبط، انا ما بفتحش عليها على فكرة خالص. بصوا ابتدت تعمل فقاعات كده بسيطة بتستوي. وهي بتستوي بقى اجيب هنا كوباية لبن او كوباية الا ربع لبن، عليهم معلقتين سكر ورشة فانيليا، عشان الخليط ده بتاع اللبن ده هو اللي هسقي بيه الكيك. اقلب بقى كل المكونات دي كويس وادوب السكر في اللبن. واروح اشوف الكيك بتاعي. انا وريته لكم بعد ما عدى عليه 5 دقايق. هنا كان خلاص عدى عليه 10 دقايق بالظبط. خلاص هي هنا خلاص استوت تمام كده قوي. هنبتدي بقى نفتح عليها. هي بصوا شكلها كأنها مش مستوية، بس هي السطح بتاعها ناشف ما فيهوش اي حاجة. ودخلنا الخلة بتاعت الشيش طاووق، بصوا طالعة نضيفة ما فيهاش اي حاجة. كده خلاص الكيك بتاعنا جاهز.
نشيله بقى من على البوتاجاز ونبتدي ايه نجهز عشان ايه نسقيه بالحليب. شايفين بصوا ما اتلسعتش ولا حاجه وطلعت من الطاسه ما فيهاش اي حاجه. ناخد بقى اللبن واسقي بيه الكيك كله. الكوبايه الا ربع لبن، هي كوبايه صغيره على فكره مش كوبايه كبيره، على قد مقدار الكيك يعني. اسقي بقى اللبن كله للكيك واسيبها تبرد. خلاص الكيكه اتسقت معايا. هنا ضربت بقى كريم جانتيه وابتدي ايه احطه على الكيك. اخد كميه كده محترمه من الكريم جانتيه وافردها ايه جوه الطاسه اللي فيها الكيكه. ممكن تعملي بدل الكيك الفانيليا تعملي كيك شوكولاته وتعملي له صوص شوكولاته جميل كده، اللي يريحك والمتوفر عندك تقدري تعملي بيه. فردت بقى الكريم جانتيه بتاعي، ولو محتاجه تاني، بس هي الغلطه اللي مني اللي انا عملتها ان الكيك كان لسه دافي. حتى هتلاقوا ايه الكريم جانتيه ابتدى يسيح شويه، كان الكيك دافي، المفروض كنت سبتها لغايه لما تبرد. انا استعجلت عليها. احط بقى كميه كده كويسه من الكريم جانتيه وابتدي ازينها باي حاجه متوفره عندي الموجود، فاكهه اي حاجه. انا هنا زينتها بكريز وبشرت حبه شوكولاته كده حطيتهم عليها وكان طعمها جميل جدا. فردنا بقى الكريم جانتيه كله ونضفنا الحروف بتاعتنا. هنا هعمل روزيتات بالكريم جانتيه عشان ابتدي احط عليها الكريز. في ثواني عملنا حاجة حلوة. لو جالنا ضيوف فجأة ولا اي حاجة، او حتى عايزين ناكل حاجة حلوة ومش عايزين نقف كتير في المطبخ في الحر اللي احنا فيه ده، في ثواني هتعملي احلى حاجة حلوة. كيكة سهلة وجميلة وهشة جدا جدا والطعم حكاية. هنا بقى هحط انصاص الكريز على الروزيتات، والبشر بتاع الشوكولاتة هوزعه كده عليها في كل النواحي. واحط بقى الكريز دلوقتي على الروزيتات اللي انا عاملاها بالكريم جانتيه. بجد حاجة حلوة جميلة جدا وسهلة وبيضة واحدة ومن غير ما نولع الفرن وما نقفش كتير، في 10 دقايق كنا خلصناها. وبتتاكل برضو بتبقى طعمها جميل جدا عشان مسقية حليب وطرية، وهي الكيكة لوحدها هشة وجميلة. وهنا بقية الشوكولاتة هوزعها عليها كده. اي تزيين انت حباه تقدري تعمليه. جميلة جدا جدا وهشة. بصوا هنا وانا بقطعها بس بالراحة طبعا عشان ايه الطاسة ما تبصي. بصوا بقى الكريم شانتيه سايح ازاي عشان كانت الكيكة قلتلكوا دافية. انا المفروض كنت اسيبها ايه تبرد، بس الصراحة ما قدرتش، يعني طعمها تحفة. شايفين والكيكة عالية ما شاء الله برضو بيضة وهشة جدا جدا. طعمها تحفة. بصوا الكيكة وفي ثواني عملنا احلى حاجة حلوة ما خدتش مننا وقت. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. ولو عايزين اي وصفة اكتبولي في التعليقات، واللي جرب اي وصفة من وصفاتي يكتب لي برضو في التعليقات ويقول لي ايه النتيجة.